على مدار تاريخ كرة القدم مر لاعبين كتير قوي، كان في منهم السريع ومنهم الهداف ومنهم المهاري ومنهم اللي عنده كل ده، بس مسيرته ما كملتش موسمين على بعض. وعشان كده ملوك اللعبة هم اللي بيقدروا يوازنوا بين كل الصفات دي مع تحقيق قدر من البطولات الفردية والجماعية لا بأس بيه. عشان كده انا النهارده جاي احكي لك عن افضل 5 لاعبين في تاريخ كرة القدم، فيلا بينا نبدأ. رقم 5 زين الدين زيدان. بالنسبة لي زيدان عاصرته أكتر كمدرب لريال مدريد وثلاثيات تاريخية في دوري الأبطال، ولكن بما إننا في عصر الإنترنت فمحدش هيقدر يقول إنه ما شافش لمسات زيدان ولا أسيستاته أو أهدافه مع مدريد جيل جالاكتيكوس وقبلها مع اليوفي. والحقيقة كنت في حيرة بين إني أختار يوهان كرويف رقم 5 ولا زيزو، وبرضه في الحقيقة إنجاز كأس العالم رجح الكفة لصالح زيزو بشكل كبير، وده اللي هيأثر في الترتيب برضه قدام في الحلقة، لأن تقريبا أي حاجة عملها كرويف فزيدان برضه عملها، من بالون دور لدوري أبطال لأداءات أسطورية. ولكن زي ما قلت لك مسيرة كرويف مع هولندا لا تقارن ابدا بمسيره اللاعب الاعظم في تاريخ فرنسا، ورغم انه معروف انه كسب بالون دور واحده بس، الا انه كسب افضل لاعب في العالم 3 مرات والمقدمه من الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا في مواسم 98 و2000 و2003. زيدان طول مسيرته كان نجم المكان اللي موجود فيه، يعني في منتخب فرنسا كان هو البابا وسجل هدفين في نهائي كاس عالم 98، وفي مدريد كان القائد الفعلي جيل الجالاكتيكوس وبشماله جاب دوري ابطال اوروبا سنه 2002 قدام ليفركوزن. بالمختصر زيدان يستحق بجداره انه يصنف من الاعظم في تاريخ اللعبه. رقم 4 بيليه. يا سلام، احلى ايام بيليه والله، كان الواحد مش موجود. ولكن بما اني انا وانت ايها المشاهد الجميل ما شفناش بيليه غير وهو بيغير الاهداف بتاعته في بايو الانستجرام قبل ما يموت، فما نقدرش نقلل ابدا من انجازات الراجل ده. انت متخيل انه معاه 3 كاس عالم، اللي هو ميسي قاعد يحزق طول مسيرته عشان يكسب واحد بس، جه بيليه بكسب 3، ده غير عدد اهدافه اللي اتخطى 1000 هدف طول مسيرته ما بين اهداف رسميه ووديه. معروف طبعا ان بيليه عمره ما لعب في اوروبا، ودي الحجه اللي بتتقال دايما عشان يتم التقليل من بيليه. ولكن بيليه على الناحيه الثانيه انهى مسيرته مع سانتوس البرازيلي وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 643 هدف في 659 مباراه، قاد بيهم سانتوس بالفوز ببطوله الليبرتادوريس مرتين سنه 1962 و1963، وكاس الكونتيننتال مرتين برضه في نفس ال 62 و 63. بيليه كان وما زال اعجوبه البرازيل، البلد اللي انتجت لعيبه زي الظاهره ورونالدينيو وريفالدو، ما زالت بتعتبر بيليه هو الاعظم في تاريخها. رقم 3 دييجو أرماندو مارادونا. معجزة الأرجنتين في القرن العشرين، تاني أفضل لاعب في تاريخ الأرجنتين بعد الأسطورة جرناتشو. أنا بهزر أكيد، يعني جرناتشو معروف إن هو ثالث أفضل لاعب، مارادونا كان تاني أفضل لاعب والأول كان دي ماريا. الفتى الذهبي اللي قدر يساهم وبشكل كبير إن الأرجنتين تكسب كأس عالم سنة 1986، البطولة اللي قدر يسجل فيها هدفين قدام إنجلترا في الدور الربع النهائي أجمد من بعض. الهدف الأول كان بإيده والتاني كان كده. الهدف ده اتصنف إنه أفضل هدف في القرن العشرين بتصويت الجمهور سنة 2002. مارادونا زي ما بيتقال عليه إنه كان يقدر يراوغ بالكورة طول اليوم من غير ما تتقطع منه، ورغم انها مبالغه بس لما ترجع تتفرج على الفيديوهات القديمه هتدرك مدى عظمه اللاعب ده. على مستوى الانديه بقى فمارادونا بكل اريحيه هو صانع مجد نابولي الايطالي، النادي اللي راح له بعد ما مشي من برشلونه واستقبله ملعب موجود فيه 75,000 مشجع ومحب لنابولي. واتقال وقتها ان جماهير نابولي ما كانتش شايفه مارادونا مجرد لاعب كوره، لكنها بتعتبره المنقذ اللي حقق لهم احلامهم، وده اللي حصل فعلا. مارادونا كسب مع نابولي اول وثاني لقب دوري في تاريخهم سنه 87 وسنه 90، ده غير تحقيق المجد الاوروبي عن طريق الفوز بكاس الاتحاد الاوروبي سنه 1989. مارادونا ورغم كل ده ما كانش احسن قدوه للاعب رياضي ممكن تشوفه. مارادونا دمر مسيرته بحاجات كتير، اشهرها تعطيل المخدرات والمنشطات في اوقات كتيره، ومنها طرده من كاس عالم 1994. خلينا نقول ان اللعيبه اللي فاتت دي كانوا اساطير، لكن مفيش حد فيهم كان متكامل زي الاثنين اللي هنتكلم عنهم دلوقتي. رقم 2 الأسطورة الكافو السندال، أفضل من لمس قدماه كرة القدم، اللاعب اللي مش هيتكرر، الهداف، القناص، قاتل الحراس، كريستيانو رونالدو. طيب أنا عارف دلوقتي إنك هتقول لي يعني بعد المقدمة دي تقوم حاط رقم 2. بص خلينا نكون واقعيين ونقول إن رونالدو عقلية ورول موديل للاعب كورة مش هيتكرر أبدا، ورغم الأرقام الكتير جدا اللي رونالدو حطمها إلا إن في بطولة واحدة بس عجز بدون إنه يكسبها، وهي كأس العالم. رغم إن أنا وأنت عارفين إن البرتغال أصلا قبله عمرها ما كسبت الدورة الرمضانية، لكن أنت عارف إن الكورة لعبة أرقام، وإلا بصراحة كنت حطيت رونالدينيو رقم 1 كافضل لاعب في التاريخ. وبس بعد ما ضفت النقطه دي خلينا نقول شعر في الدونس، اصل مش معقول يعني تبقى ناشئ في البرتغال فتخطف الاضواء في بدايه مسيرتك فتروح الدوري الانجليزي وتكتسح كله من اهدافه واسيستاته وبطولاته وفاولات غريبه وتكسب اخر بالون دور في تاريخ البريمير ليج لحد النهارده، وبعد كده تعرف ان مدريد بتعاني قدام الجيل التاريخي لبرشلونه، فتقرر انك تروح تقود جيل تاريخي لمدريد وتكسب معاه 4 دوري ابطال، وبعدها تقرر ان حان وقت تكمله الترحال فتروح ايطاليا وتكسر الدنيا وترجع انجلترا فتشيل فريقك رغم انك في نهايه مسيرتك، وبعد كده تروح السعوديه ومن اول موسم تكسب هداف العام كله. رونالدو بمسيره اهم من ارقامها كان 5 بالون دور و2 ذا بيست و2 بطولات دوليه مع البرتغال وهداف الابطال وهداف الكره كلها، يستحق وبجداره انه يكون تاني افضل لاعب في التاريخ والافضل بالنسبه لي بلا نقاش.
رقم 1 ليونيل أندرياس ميسي. لك أن تتخيل أن هذا القصير المكير هو أعظم من لمس قدماه في كرة القدم. ميسي وعنده 20 سنة كان بيراوغ ويصنع ويسجل ويمسح الملعب بالمدافعين، في حين بقى أن ميسي لما بقى عنده 35 سنة كان لسه بيراوغ ويصنع ويسجل. ميسي طول مسيرته كان بيتم مقارنته في الأرجنتين بمارادونا وفي أوروبا بكريستيانو، والحقيقة في رأيي ميسي قدر ينهي المقارنتين دول في ماتش واحد بس، وهو نهائي لوسيل سنة 2022 لما ميسي رفع كأس العالم بالبشت عشان يبقى قفل اللعبة رسميا من كل الجوانب وحصد كل الألقاب سواء الفردية والجماعية. وبس كده يكون الفيديو خلص. فلو لسه بتتفرج لحد دلوقتي من غير ما تعمل لايك او تشترك في القناه فمعرفش ايه اللي منعك، خصوصا الاشتراك مجاني واللايك كمان مجاني. ويلا سلام.